السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين إيه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل ورق العنب بطريقة سهلة جدا وان شاء الله هتحبيها مني. هوريكي ازاي تلفي ورق العنب بكل سهولة، يعني ما اظنش شفتيها قبل كده، ولو انت شفتيها اكيد شطورة يعني. فان شاء الله هتعجبك مني بإذن الله. وهوريكي برضو ازاي تخزني ورق العنب من السنة للسنة، وان شاء الله هتقولي سمسمة قالت طريقة حلوة جدا. فهنقول بسم الله. بس قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا عايزين نصلي على رسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو انتي مش مشتركة عندي في القناة اتمنى تشتركي عندي وتحطي لايك على الفيديو دوت، علشان طبعا اتشجع وانزل لكم كل جديد بإذن الله. ولو انتي عندي طبعا زي ما قلنا اللايك، واشوف رأيك في الكومنتات بإذن الله. نقول بسم الله ونشوف هنحتاج نعمل ايه. اول حاجة اول حاجة طبعا ورق العنب غسلناه كويس جدا وشلنا الجزء اللي بيبقى من فوق ورصتهم كده 3 او 4 اجزاء، كبير وسط صغير 3. وهحط دلوقتي مية مغلية على النار، هنزل بيها بربع معلقة من الخل، ربع كوباية من الخل ومعلقة ونص من الملح. وهبدأ دلوقتي احط ورق العنب بس لونه يتغير معايا على الجنبين، بس طبعا هحط تقالة من فوق حاجة تقيلة يعني علشان خاطر تثبت لي ورق العنب، ولما اجي اخرجه من المية ما القاش بقى واحدة هنا واحدة هنا ويبدأ يتكسر من بعضه او يتقطع. فانا بحاول احافظ عليه. جبت 3 بصلات كبار، وجبت كيلو من الطماطم عصرته، وهحط كده حلة على النار فيها كمية زيت محترمة علشان الرز او الخلطة بتاعتي ما تعجنش بعد كده. هنزل بالبصل وهبدأ اقلبه كويس، حطيت عليه ملح وفلفل، هنقلبه بس يدبل شوية ولونه كده يبدأ يبقى شفاف. هنزل ب4 فصوص من الثوم عليهم قرن فلفل، دقتهم كويس جدا، هحطهم وهبدأ اقلبهم بس ريحة الثوم كده تظهر معايا. انا مش عايزة غير بس ان ريحة الثوم تبدأ تظهر. هنزل دلوقتي بعصير الطماطم وهسيبها على النار بقى تتسبك براحتها، مش هحط لها اي توابل ولا اي حاجة غير لما تخرج معايا. علشان ريحة التوابل لما بتتحط في الاخر بتبقى واضحة جدا. بعد ما اتسبكت معايا على النار حطيت كيلو الا ربع من الرز وخضرة شبت وبقدونس وكزبرة، وعندي التوابل ملح، 7 بهارات، قرفة، فلفل اسود، معلقة كمون، من كل حاجة معلقة. تمام، هنقلبهم كويس جدا وحطيت مرقة دجاج مكعب. هنقلب بقى الكلام ده كويس جدا مع بعض كده، طبعا مش حطاه على النار انا كده شلته. وهقلبهم كويس جدا لحد ما يختلطوا ببعض. هكون بقى هوريكم اول طريقة، دي التقليدية اللي احنا بنعمل بيها ورق العنب عموما، او اللي كنا بنعمل بيها ورق العنب. دي الطريقة العادية جدا. اهم حاجة الناحية الخشنة بتبقى فيها الحشو والناعمة بتبقى من بره. هبدأ دلوقتي احط الرز وهقفل. دي الطريقة اللي احنا كلنا بنعمل بيها ورق العنب عادي جدا، لفيناها وتمام كده. الطريقة دي بتطول معانا جدا ومش مش بتبقى منجزة يعني. الطريقة التانية بقى واللي بصراحة رهيبة جدا، كيس بلاستيك، كيس تلاجة عادي، هنحط فيها ورق العنب بالشكل دوت. يعني قربت لكم الصورة عشان تبقى واضحة بس، وطلع معانا احلى صباع عنب ملفوف ومتماسك جدا، وطريقة بجد حلوة جدا وسهلة. مش عارفة انت جربتيها او عارفاها قبل كده ولا لا، بس يعني اتمنى تقولي رأيك في الكومنتات. ايه رأيك في الطريقة دي؟ يعني بصراحة اختراع.
هكمل بقية الكمية بالطريقة دي. يعني بصراحة حلوة وانجزت معايا جدا جدا. يعني لو معاكي كمية كبيرة جدا هتخلصيها، يعني اقولك في قد ايه، في نص ساعة مثلا. احنا كنا بنقعد كتير جدا بنعمل في ورق العنب. كده هخلص بقية الكمية. وعايزة اقولك على حاجة، الورق الصغير اللي كان بيغلبنا جدا يعني في عميله ان احنا بنلفه بيبقى برضو مش ملفوف كويس او بيخرج منه الرز. عملتها بالطريقة دي او اعمليها انتي بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا. يعني هوريكي دلوقتي واحدة صغيرة جدا كيوتة قوي. بصي صغننة ازاي، يعني والله تقريبا عقلتين صباع. بحاول اتنيها اصلا مش باينه، فشوفي بقى هتتلف معايا بكل سهوله جدا في الكيس. اللهم بارك. خلصنا الكميه كلها على طول، ما كملتش نص ساعه. الكميه دي انا كنت بعد فيها كتير جدا يعني بصراحه. بس من ساعه ما عرفت الطريقه دي وهي معتمده بصراحه معايا وبعمل بيها على طول. خلصنا الكمية. هبدأ دلوقتي اجيب بصلة حطيت عليها رشة ملح وفلفل اسود وهنقلبهم كويس، ودوت هيبقى يعني الكفر اللي هيبقى من تحت. احط بقى الاجزاء اللي بتطلع من الخضرة واحنا بنيجي نقطعها، بحطها كده مش برميها. وهحط طبقة من ورق العنب في القاع من تحت. هبدأ دلوقتي احط اللحمة دي زي ما قلت لكم سوياها يعني نص سوا بالظبط. علشان كده كده ورق العنب بياخد ساعة على النار. ف قلت هتستوي مع ورق العنب، وبالفعل كانت دايبة دوب. هبدأ دلوقتي احطها كده في القاع بتاع الحلة. هنجيب بقى ورق العنب الجميل اللي احنا رصيناه دوت، يعني شكله تحفة بصراحة. وهبدأ ارصه ما بين اللحمة، يعني في الحتت الفاضية املاها عشان ابدأ ارص ورق العنب من فوق يبقى يعني متساوي وشكله كويس. هنخلص الكمية وهرجع لكم تاني. كده خلصنا الكمية كلها، وهبدأ دلوقتي اغطيها برضو من فوق بطبق من ورق العنب. الخطوة دي مهمة جدا على فكرة، علشان لما اجي ازود المية او الشوربة ايا يكن، يعني ما يبقاش كده يعني ورق العنب يتفتح من بعضه ويتوه كده الرز مع الورق العنب كده، تبقى حاجة لخبطيطة. فلازم ورق العنب اللي يتحط من فوق دوت، يعني خطوة مهمة جدا. وبنت سهيلة مساعداني في الموضوع ده بصراحة، وساعدتني كتير، ربنا يبارك لها يا رب. جبت طبق كده وحطيته وبدأت أصب عليه المية. دي مية مغلية بملح وفلفل وبصل وشوية طماطم، بس غير كده ما حطيتش أي حاجة خالص، لأن اللحمة كده كده هتطلع يعني الشوربة بتاعتها بقى، ويبقى طعم المحشي حكاية، أو ورق العنب يعني بمعنى أصح. المية مش بتزيد على الصباع اللي من فوق، بتبقى عند قبل آخر صباع. وبحط كده تقلات من فوق علشان تضغط لي المحشي ما يبدأش يغلي اثناء الغليان، يعني يبدأ يخرج الرز واستهلك كمية كبيرة من ورق العنب، يعني ما استنفعتش بيها. هغطيه كويس جدا كده بالورق دوت. تمام. وهسيبه كده على النار درجة حرارة عالية جدا. ويلا بقى نشوف هنخزن ازاي ورق العنب ده. طبعا انا كنت جايبه كيلو، عملت الكميه اللي عملتها دي نص كيلو، ودوت النص التاني. وهبدا دلوقتي زي ما وريتكم سلقناه ازاي في الميه دوبك بس لونه اتغير. جبت بطرمان نضيف عقمته، وهبدا كده افضي الميه منه، وهرصهم كده جنب بعض. هلفهم بس كده، وهبدا احطهم كده واحده جنب واحده. قربت لكم الكاميرا علشان تعرفوا تشوفوه كويس كده. الطريقة دي بإذن الله هتسيبيه عندك في المطبخ، يعني ممكن يقعد عندك فترة طويلة.
عايزة تحطيه في التلاجة يعني كتبقي ضامنة الموضوع عادي، بس دوت اصلا زي المخلل فهتسيبيه بره عادي جدا. تمام، انا كده حطيت بقى بقية الكمية وخلصتها وضغطتها كويس، يعني مش كتير بس ضغطتها كويس بحيث يبقوا ماسكين مع بعض كويس جدا. جبت الخلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي وهبدأ احطها علشان تضغط لي بس ورق العنب، ما احط عشان لما اجي احط المية ما لاقيش الورق طاف على الوش. تمام، دي المية اللي احنا سلقنا فيها ورق العنب اللي فيها خل وملح. تمام، هبدأ احط بقى عليها كده اغطيها لحد فوق. بسم الله ما شاء الله، خلصنا ورق العنب تمام اهو، وهنغطيه بقى ونسيبه مع نفسه، ولا هنعريه ولا هنيجي جنبه خالص غير لما نكون هنستخدمه. الطريقة دي هتقعد معاكي فترة طويلة جدا وهيبقى سهل معاك ان شاء الله. هندخل بقى على ورق العنب التحفة لما استوى بجد كان خطير جدا. هنشيل بقى التقلات دي وهنشوف بقى العظمة اللي من تحت، حاجة كده بجد حلوة جدا. اللهم بارك، مفيش واحدة اتفتحت او واحدة طلع منها الرز، يعني اللهم بارك بجد كان حاجة كده خطيرة. ان شاء الله هتعملي الورق العنب بطريقتي وهتعجبك جدا جدا ان شاء الله، يعني اتمنى. هنشيل بقى اللي هو الكفر اللي كنا حاطينه من فوق اللي هو ورق العنب اللي كنا حاطينه، هنشيله كده. طبعا حافظ لي اكبر قدر ممكن على ورق العنب. هبدأ دلوقتي اقلبه. طبعا كانت الحلة صعبة جدا، مفيش يد امسك بيها، بس الحمد لله يعني عرفت اقلبها. بحاول بس اموه الموضوع كده. انا قعدت كتير جدا عشان اقلبها وما يعني ما يحصلش اي خسائر يعني، فالحمد لله بعد ما اتقلبت كانت حاجة كده رهيبة. هنشيل بقى برضو الكفر اللي كنا حاطينه من تحت ونبين بقى العظمة، اللحمة بقى والحاجة التحفة جدا. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم واشوف رأيكم. لو انتي متابعاني لحد دلوقتي او بتسمعي الفيديو لحد دلوقتي اتمنى تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بعمله. اتمنى بقى تدعموني يعني بكلمة حلوة و يعني اشوف كده متابعة وحاجات كده حلوة كده تفرحوني والفيديو يعجبكم يا رب العالمين. اللحمة كانت دايبة دوب، يعني هسيبكم كده مع الفيديو تدوبوا مع الورق العنب. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وبحبكم في الله جدا يا احلى متابعين. شكرا ليكم وسلام.